ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. النهارده بقدم لكم فيديو ميك اب للعروسه القمر دي. شغل الهاي سواريه، ان شاء الله يعجبكم. وهشرح لكم عملنا ايه في الخطوات. يلا نبدا. طب عايزه ميك اب ايه؟ انا ساعه يعني انا عايزه اقول الحقيقه ان انا سايبه لك بس انت خلاص اوكي، اختي. هنكسر الدنيا ان شاء الله. يلا. الحقيقه انا سالتها هي عايزه ايه في شكل الميك اب يعني والالوان وكده. هي قالت لي براحتك اللي انت عايزاه. احنا هنا بنعمل اساس الميك اب في الوش، بنحط الاول الترطيب وده اهم حاجه علشان الميك اب يطلع شكله حلو وما يبقاش فيه تكتلات وقشر وحاجات بتبقى باينه في الوش لو مش فيش ترطيب يعني. حطينا المرطب، بعد كده حطيت لها 2 برايمر علشان الجو كان حر، فعلشان يعني يحد شويه من افراز الدهون او يخلي الميك اب يفضل قاعد اطول فتره ممكنه يعني. هنا بحط لها اللي هو كنسلت الهالات اللون الاورنج، وحطيت لها اخضر علشان برضو بنكنسل فيها شكل العروق او الحاجات اللي هي مديه على الغمقان شويه. بحطه بعد كده بدمجه بالراحه علشان درجه اللون بتاعته ما تروحش. وانا طبعا هنزل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية، بس ادعولي عشان عندنا امتحانات اعداديه وثانويه، فده اللي مخليني مش عارفه انزل شغل على القناه خالص. ان شاء الله الفيديو عجبكم، وان شاء الله هحاول انزل لكم فيديوهات تانية باذن الله. هنا بقى بدمج على الباليت. حطيت كذا فاونديشن على بعض. حطيت فاونديشن جوسي بيوتي، وحطيت ميبلين سوبر ستاي، وحطيت كمان معاهم فاونديشن كاركتر. طب انا ليه حطيت كل ده؟ علشان التلاتة بصراحة ثابتين جدا، وعلشان اظبط درجة اللون، عشان هي كانت عايزة تطلع فاتحة مش غامقة قوي يعني، افتح من درجتها شوية. وبعد كده هنظبط اللون بالكونتور اللي هيتعمل، فطبعا مش هتغمق قوي يعني، هيبقى الدرجة اللي هي عايزاها. هنا بفرد لها الفاونديشن، وحطيت فيكس علشان طبعا الفاونديشن، الانواع دي من الفاونديشن بتنشف بسرعه، فطبعا الفيكس بيخليه يبقى لين في الدمج شويه، سهل في الدمج، وكمان بيديله ثبات بعد كده. هنا عملت الحواجب بواكس هديل، وده بصراحه من اروع الواكس اللي انا جربته. حلو جدا. هحط لكم اللينك بتاع هديل في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا رسمت لها شعره شعره عشان انا ما كنتش عايزه اخلي الحواجب شكلها تقيل قوي، يا دوبك شعره شعره عشان هي اصلا حواجبها خفيفه يعني. رسمتها لها بالجل ونضفت تحتيها، وعلى فكره خدت جزء من الحاجب خفيته من تحت بالكونسيلر يكون تقيل يعني، علشان اديها شكل الحاجب الطاير شويه. هنا بقى بدأنا نعمل الكونتور، ويعني صغرت ملامح الأنف شوية، والخد رفعته. مرضيتش ارفعه لان هي من تحت رفيعة سنة. وعملنا الشفايف، رسمتها طلعت بيها عن خط الشفايف فوق شوية سنة صغيرة، وعملنا طابع الحسن. وهنا حطينا البلاشر، وبدمج برضو، بحط في كل خطوة برش فيكس علشان الفيكس بيدمج الحاجة كلها مع بعضيها، وبعد كده بيثبتها اكتر واكتر. هنا حطيت لوريال عشان افتح بيه في الاماكن التفتيح، وكمان علشان بيبرز شكل الكونتور اللي احنا عملناه. ببتدي ادمجه برش كده صغيره علشان يبقى نفس قوه اللون بتاعته ما تروحش، او الهايلايتر بتاعه والتفتيح بتاعه يفضل موجود ما يروحش، والتقسيمه بتاعت الوش تبقى باينه. هنا بعيد تاني على الوش علشان احط باودر. هنا بستخدم باودر شي جلام، والباودر دي اللي هي الشفافه روعه جدا جدا، لانها ووتر بروف وثابته جدا وبتثبت الفاونديشن. وانا بحبها قوي بجد في تثبيت الفاونديشن. هنا ببتدي احط تحت العين وبنفض البودر الزياده، وببتدي بعمل كونتور البودر. بمشي على اللي عملته كريمي بالظبط، وده بيثبت ده، وبيبقى الملامح بتبقى شكلها بارز واوضح، وبيبقى شكله حلو قوي، وطبعا بيثبت الميك اب اكتر. هنا حطيت نفس اللي حطيته زي ما قلت لكم في الكريمي. هنا هحط باودر فلورمار علشان اللي هنشتغل في العين، فمش عايزه حاجه تنزل تبوظ الاساس الوش اللي احنا عملناه، فبحط كتير تحت العين هنا وهنا. ومنه كمان بيفتح، بقولها بيفتح تحت العين وتحت اماكن الهايلايت اللي احنا عاملينها بالكونسيلر. فانا بحط لها اهو. هبتدي نشتغل في شغل العين ان شاء الله. انزل لكم فيديوهات تانية، هحاول، لاني يعني موضوع الامتحانات عندنا هي اللي عامله مشكله. هنا استخدمت البالت الروعه دي، عامل بيها اللوك اللي انا عملته لها. عملت لها الاول خدت لون اورنج دمجته كلون انتقالي على الجفن كله. بس طبعا بنفضل ندمج كتير يعني عشان اللون يطلع شكله حلو. هنا بقى هبتدي اخش من جوه ادمج الدرجه
الاغمق اللي هي اللي بوريها لكم دي يعني مش عنابي، بتنجاني شويه كده. وهاخد بعد كده اللون الاورنج تاني علشان ادمج بيه طرف اللون من فوق، علشان يبقى الالوان كلها مموهه ببعضيها. بعد كده بجيب الكونسيلر وهبتدي اقطع كات كريس علشان احط. انا كنت عايزه اخليه مط، فهي طلبت مني جليتر فحطيت لها عليه جليتر. احنا هنا هنقطع الكات كريس وبعد كده هنحط الجليتر. بيدي شكل اللوك شكل حلو قوي لما انت بتعمليه بكونسيلر، لانه بيظهره ويوضحه اكتر. طبعا بحط عليه باودر الاول عشان يبقى ما يبقاش سايل، وتحطي عليه حاجه تبقى تكلكع يعني. بعد كده عملت شغل تحت العين. حطيت كحل ورسمت العين اللي هي مفتوحه من اخر العين، حطيت كحل جوه العين زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هطلع بيه على بره واحط الابيض علشان افتح لها بيه العين من بره، عشان هي عينيها شكلها اسيوي شويه، عشان تديها وسع للعين. والحركه دي على فكره اغلب العرايس واغلب البنات بيطلبوها دلوقتي لانها نازله ترند قوي. هنا ابتديت احط الجليتر علشان هي كانت لابسه الفستان لون بينك على بيج، فحطت لها الجليتر بيج ويعني ذهبي على بينك. هنا بوزعه واحده واحده علشان يبقى متساوي على الشكل اللي انا عملته بالكونسيلر. احط في العين التانية وعملت لها البوز بتاع العين. محطتش ايلاينر طبعا عشان هيبقى الشكل شكله كتير قوي، قلت كده ارق يعني. هنحط ماسكارا وبعد كده هنركب الرموش. طبعا ما جاتش الحته دي كلها في التصوير، حطيت لها الهايلايتر واستخدمت ندى سالم، هحط لكم برده اللينك بتاعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هنزل لكم لو عجبتكم الفيديوهات دي هنزل لكم منها كتير. وادعوا لي واشوفكم على خير حبايبي. سلام.